أول حاجة يا صاحبي ما تنساش تصلي على النبي. دي مجموعة شتات فاميليا: شات الطيران وشات الأونلاين وشات البنات والتعليمي للطيران بنات والتعليمي للطيران ولاد. لو انت عايز تتعلم الطيران تقدر تخش الشات، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن: التعليمي ولاد والتعليمي بنات. لو انت متعلم الطيران وعايز تبقى واحد من شات فاميليا وتاخد كل رانك بإذن الله، فهتلاقي الاكونت بتاعي تحت في الديسكريبشن. هتبعت لي فيديو انت بتطير على 50 مليون وتكون فاهم الاساسيات، وفي طبعا اساسيات جوه الشات بتاعنا فانا هفهمها لك عشان ما تتحرقش نهائي مع اي شخص، وتقدر ترمي العدد اللي انت عايزه. وبس كده يا صديقي، واسيبكم مع فيديو الشرح. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو بإذن الله هيكون عن نسخة المفاتيح الخاصة بشات فاميليا. والنسخة دي بتبعت مفتاح مفتاح بس بطريقة أسهل، اللي هي بتبعت 50 50. فطبعا لو انت عندك فريند كتير هتقدر اللي انت تبعت مفتاح مفتاح، فهتقدر تستلم على في اليوم لا يقل عن 1000 2000 3000 كاش على قد الفريند اللي عندك. يعني هي النسخة بدل ما انت تبعت بأوتو كليكر مفتاح مفتاح كل يوم وتتعب نفسك، لا، هي النسخة بتبعت زيها بالظبط، بتبعت مفتاح مفتاح بس عن طريق 50 50. يلا بينا نخشوا على النسخة، وهتلاقي النسخة طبعا سايبها لك في الديسكريبشن تحت عشان لو عايز تحملها. طبعا النسخة فيها السرعة، ودي نسخة طيران يعني تقدر تطير منها وتقدر في نفس الوقت تبعت منها مفاتيح. بص يا صاحبي، احنا اول حاجة كده بالصلاة على النبي بنخش على هنا على الكونكتنج بتاع الفيس وبندوس كونكتنج، وبعد كده بنطلع نفصل النت وبنستنى البتاعة دي لما تفتح بالمنظر ده، وبنطلع نشغل النت تاني وبس، وبنكتب الاكونت بتاعنا. فانا هكتب الاكونت بتاعي وارجع لكم تاني. وادي يا صاحبي بعد ما كتبنا الاكونت بتاعنا بندوس متابعة، والنسخة بتبتدي تفتح معانا، بندوس اوكي. وادي النسخة هي فتحت معانا، مفيش اي مشكلة. اول حاجة يا صاحبي، فانا مثلا ما عنديش فريند كتير قوي على الاكونت ده، يعني الاكونت كله مفيهوش تقريبا غير بتاع 60 فريند مش اكتر. تمام. بس اول حاجة احنا هنعمل هنا السرعة دي، هنعملها 50 ونفتح بيها المفاتيح. تمام. او 49 بالكتير قوي يعني، بس هي 52 اهي. وراحوا جايين داخلين عاملين كده فاتحين بيها المفاتيح كلها بتاعتنا. يعني النسخة بتبعت وبتستلم مفاتيح أسرع من أي حاجة وأسرع من الأوتو كليكر نفسه. تمام، احنا كده خلصنا. بندوس بقى على سند انديت، بندوس على سند اول. بيفتح لنا القايمة دي فيها 50 شخص بنعمل إرسال. بيفتح لنا قايمة تانية فيها باقي الأشخاص، وبيفضل هكذا هكذا لحد ما يخلص الفريند اللي عندك ويجيب لك القايمة دي، اللي هو دول الفريند عندك بس مش بيلعبوا لودو. فانت بتعمل الغاء وبس كده يا صاحبي. كده هي بعتت لك مفتاح مفتاح. فانت لو عندك فريند كتير عامة في الفيس وكده، بتبعت منها مفتاح مفتاح بيجيلك كاشات كتير جدا. يعني انا مثلا في اكونت بتاع حد صاحبي عنده بتاع 3000 فريند لودو، بيبعت كل يوم من النسخة دي، بيوصل له كل 10 دقايق او كل 5 دقايق 51 مفتاح. يفتح يشغل السرعة يستلمهم، وهكذا بيلاقي نفسه في اليوم جمع له 2000 3000 كاش. فالنسخة أسهل من موضوع الأوتو كليكر، اللي هو بتقعد تروح جاي مظبط الأوتو كليكر وبيفضل ينزل ويفضل يبعت وبتاع. لا بالعكس، النسخة دي بتتثبت عند أي حد، بتبعت مفتاح مفتاح مفيهاش أي مشكلة. النسخة السرعة فيها تمام، وتنفع كمان لطيران، مفيش أي مشكلة فيها. هي نسخة طيران أساسا. تمام. وانا واحد من الناس انا بطير منها يدوي، والنسخة بطيئة في موضوع الطيران. والناس اللي عايزة تتعلم عليها طيران انا كده كده حاططها في الشات التعليمي عندي. هتلاقي اللينك بتاع الشات التعليمي بتاع الولاد والبنات تحت في الديسكريبشن. اللي عايز يتعلم في الطيران يخش يكلمني هناك او يكلم ادمنز البنات، وهيتعلم الطيران ويبدأ يطير معانا وياخد اول كل رانك بإذن الله. وبس كده يا صديقي، ده كان شرح نسخة المفاتيح الخاصة بشات فاميليا. ولو انت محتاج اي حاجة هتلاقي لينك الاكونت بتاعي بتاع التليجرام تحت، وهتلاقي لينك جروب الاونلاين والبوتات، لينك تعليم الطيران ولاد، لينك التعليم طيران بنات.
ولو انت متعلم الطيران وعايز تبقى واحد من شات فاميليا، هتلاقي طبعا لينك الاكونت بتاعي تحت. خش كلمني وبعت لي فيديو وانت بتطير بنفس الطريقة كده على 50 مليون. بس طبعا على حسب انت بتطير ايه، من ايفون او اندرويد ايا كان، المهم تكون بتعرف تطير. تبعت لي فيديو وانت بتطير وفاهم الاساسيات بتاعة الطيران، وبإذن الله تنور الشاب بتاعنا يا حبيب اخوك. وبس كده، سلام.